السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ السماعة الأكثر نجاحا والأكثر انتشارا والأكثر شهرة، الساوند كور الار 50 اي، النسخة اللي من غير نويز كانسليشن والغنية عن التعريف. السماعة اللي انت حرفيا تقدر تنزل تشتريها من السوبر ماركت اللي تحت بيتكو من كتر ما هي منتشرة. ليه السماعة دي منتشرة قوي كده؟ وايه المميز فيها؟ ده اللي هنعرفه في ريفيو النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش طبعا اللايك الجميل والشير اللذيذ والسبسكرايب الرائع، ويلا نبدأ على طول. اول حاجه نبتدي بيها هو بوكس السماعه اللي ما فيهوش حاجه مميزه بصراحه، كابل تايب سي وكتالوج ومقاسين للودن غير المقاس اللي بيجي في السماعه، وبس كده تقريبا البوكس ما فيهوش حاجه تانية. بالنسبه للخامات والتصميم، الخامات هنا كلها بلاستيك، بس بلاستيك درجه تانية. طيب يعني ايه بلاستيك درجه تانية؟ يعني بلاستيك باين عليه انه مش احسن حاجه في الدنيا. السماعه هنا بتصرخ بالاقتصاديه، السماعه مجرد ما هتشوفها من غير حتى ما تمسكها في ايدك هتعرف ان هي سماعه في الفئه الاقتصاديه. السماعه مش هتكذب عليك ولا هتبيع لك وهم الفخامه، هي بتصرحك من اول لحظه وبتقول لك انا سماعه فئه اقتصاديه. كمان تصميم الكيس ما فيهوش اي لقطه مميزه غير بس تقريبا هي طريقه فتح وقفل الكيس اللي مش مألوفه، بس الصراحه هي مفيده لان انت بتقدر ترجع السماعه مكانها بسهوله. حرفيا ممكن ترمي السماعه جوه الكيس وهتلاقي السماعه رجعت مكانها تاني. الكيس وزنه خفيف جدا للدرجه اللي تخليه ما يتاثرش بالوقعات، وهنا سواء الكيس ده كان فيه السماعات او الكيس لوحده فاضي، فالكيس من كتر ما هو خفيف هتحس انه حتى لو السماعه وقعت منك مش هيحصل لها حاجه. والكلام ده فعلا حقيقي، السماعه لو وقعت منك مش هيحصل لها حاجه، بس ده طبعا بيضفي عليها احساس اكتر بالاقتصاديه اللي احنا لسه قايلينه من شويه. السماعات نفسها ما فيهاش اي افتكاسه، بس هي الصراحه عمليه ومريحه جدا في الودن. كمان السماعات نفسها بتيجي مقاومه للميه بمعياريه اي بي اكس 5، يعني عرق، مطره، طرطشه ميه خفيفه، كل ده تمام مفيش فيه اي مشكله. خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن صوت واداء السماعه اللي هو نقطه تميز في السماعه، بس في نفس الوقت هو نقطه ضعف. طب ازاي الكلام ده؟ اعمل لايك وسبسكرايب بس الاول وتعالى وانا اقول لك ازاي. السماعه صوتها هنا عالي جدا، ومن ضمن نقط التسويق اللي استخدمتها شركه ساوند كور وهي بتسوق عن السماعه دي كانت البيز القوي والصوت العالي، واللي الصراحه الناس هنا ما كتبوش في اي حاجه. السماعه فعلا صوتها عالي جدا والبيز فعلا قوي جدا، قوي للدرجه اللي هتحسسك انك تقريبا لابس توك توك في دماغك. وفي قطاع كبير جدا من الناس من اللي بيحبوا النوعيه دي من السماعات، السماعات اللي صوتها عالي والبيز بتاعها قوي بدون التطرق للنقط بتاعه نقاء الصوت واستقلاليه الطبقات وكل الكلام ده. في ناس كتير مش بيفرق معاهم الحاجات دي، لانك لو من النوعيه اللي الكلام ده بيفرق معاهم فالسماعه دي اخر اختيار بالنسبه لك. وعشان كده انا بقول لك ان اداء الصوت في السماعه دي هو اكبر ميزه، بس في نفس الوقت هو نقطه ضعف. اقوى ميزه عشان القطاع الكبير اللي بيحب الصوت العالي والبيز القوي بدون التطرق زي ما قلنا لنقاء الصوت والحاجات دي. اما الباحثين عن الاداء النقي وطبقات الصوت واختلاف طبقات الصوت وكل الكلام الجميل ده فحاول تدور عليه في سماعه تانية. الصوت هنا مش انقى حاجه في الدنيا خالص، وكمان تقريبا طبقات كلها سايحه على بعضها، بس في نفس الوقت الصوت والبيس في اعلى درجاتهم. كمان مش محتاج اقول لك ان السماعه مش موجهه تماما لمتابعه المحتوى الكلامي زي البودكاست مثلا او اي حاجه مشابهه لكده. السماعات بتقدر تتفاعل معاها عن طريق اللمس، وده اللي هياخدنا لابلكيشن ساوند كور اللي من خلاله هتقدر تكستم وتخصص الموضوع ده على حسب اللي يريحك. زي ما قلنا ان السماعات هنا بتتفاعل معاها عن طريق اللمس، ولما بقول اللمس فانا بقصد اللمس. السماعه هنا لازم تلمسها بشكل قوي عشان تحس بالامر اللي انت بتديهولها، وانا اعتقد من وجهه نظري ان الموضوع ده مقصود من الشركه، لان في سماعات تانية انا جربتها كانت حساسه لللمس للدرجه ان انا تقريبا كل ما كنت بجيب ايدي ناحيه ودني كانت السماعه بتاخد اوردر. طبعا الموضوع ده على قد ما مريح ان استجابه السماعه تكون سريعه معاك، على قد ما بيكون مزعج جدا ان كل ما تجيب ايدك ناحيه ودنك السماعه تاخد اوردر غلط. ولكن مع السماعه دي الموضوع مختلف شويه، السماعه لازم تعملها معامله الفنان تامر حسني وتحسسها فعلا باللمسه. وبالرجوع للابلكيشن، فالابلكيشن هنا الصراحه ما فيهوش وش كتير. الابلكيشن والسماعه عموما بدائيه لدرجه مريحه، مش كل الناس بتحب الاوبشنز الكتير والحاجات اللي مش مفهومه واللي ملهاش لازمه بالنسبه لهم. فاول حاجه هنلاقيها في الابلكيشن هي ميزه اسمها بيز اب، وفي الواقع الميزه دي سواء فعلتها او قفلتها فالصوت تقريبا واحد. كمان في الابلكيشن هتلاقي ايكولايزر اللي من خلاله بتقدر تعلي البيز وتوطي التريبل وتعمل كل الكلام ده، او تختار مود جاهز زي اكوستيك او جاز او كل الحاجات دي. بس برضو انا لما جربتها ما حسيتش باي فرق الصراحه، او يمكن المشكله في وداني الحقيقه مش عارف. حاجه كمان موجوده في السماعه وتقدر تفعلها من خلال الابلكيشن وهي الجيم مود. الجيم مود بيقلل الليتنسي
الديلي لاقصى درجه، عشان لو انت بتلعب العاب شوتنج او حاجات زي كده استجابه السماعه للصوت اللي خارج من اللعبه يكون سريع. اخر واهم والذ حاجه في الابلكيشن هي ميزه الفايند ديفايس، ودي الحاجه الوحيده اللي انا اضمن لك ان هي شغاله بكفاءه وبنسبه 100%. والميزه دي لما بتفعلها بتخلي السماعه اللي ضايعه منك تطلع زي صفاره كده عشان تقدر تحدد مكانها. طبعا السماعه لازم تكون مربوطه بالبلوتوث بتاع تليفونك، وده معناه ان السماعه لازم تكون في النطاق، يعني مش فكره ان السماعه ضايعه في المطلق، السماعه لازم تكون قريبه منك ومربوطه على البلوتوث عشان تقدر تستفيد بالميزه دي. وبرده الميزه دي شغاله مع السماعات لوحدها مش الكيس بالكامل، يعني الكيس نفسه لو ضاع كده مع السلامه. احنا هنا بنتكلم عن السماعات نفسها. نيجي بقى لحاجه مهمه وبتهم ناس كتير، وهي اداء السماعه في المكالمات. السماعه بتيجي مايكين، مايك على كل سماعه، وصراحه اداء السماعه في المكالمات مش احسن ولا اظرف حاجه في الدنيا خالص. السماعه ادائها كويس طول ما انت في اجواء مغلقه، طول ما انت في بيت، في مكتب، في جيم، لو حواليك دوشه خفيفه كل ده السماعه هتتعامل معاه عادي. لكن بمجرد ما الدوشه تزيد حواليك، او تكون في شارع، او تكون في مواصلات، او يكون في هواء شديد حواليك، السماعه مش هتأدي معاك بشكل كويس خالص. بالنسبه لنقطه البطاريه، وهنا انا هبعد تماما عن لغه الارقام، انا هنا حرفيا هنقل لك التجربه الفعليه بتاعه بطاريه السماعه دي. السماعه هنا انت حرفيا هتشحنها وهتنسى تشحنها تاني. البطاريه هنا ادائها جبار بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الكيس بالكامل بيشحن في حوالي ساعه ونص، والسماعات بتشحن شحن سريع في الكيس، يعني تقريبا 10 دقائق شحن هتدي لك حوالي ساعتين او 3 استخدام. بس برضو انا اعتقد ان موضوع البطاريه اللي بتدوم للابد دي هو جاي من فكره ان السماعات ما فيهاش مميزات كتير قوي تستهلك البطاريه. يعني السماعات فيها مايكين بس للمكالمات، ما فيهاش نويز كانسليشن، ما فيهاش مالتي بوينت، ما فيهاش حاجات كتير من الحاجات اللي هي بتستهلك اساسا البطاريه. فعلى قد ما السماعه دي بتفتقر لاوبشنز كتيره، على قد ما هتاخد قصاد ده بطاريه فعلا بتدوم للابد. وخليني اقول لك باختصار ان بطاريه السماعه دي هي افضل اداء بطاريه انا جربته في كل الفئه دي. وفي الاخير وباختصار، لو انت بتدور على سماعه صوتها عالي جدا، البيز بتاعها قوي جدا، اداء البطاريه بتاعتها جبار، وسماعه اعتماديه تعيش معاك، وكل ده باقل من 1000 جنيه، فالسماعه دي هي انسب واحسن اختيار بالنسبه لك. ما تنساش لو الفيديو عجبك او فادك باي شكل من الاشكال تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وسلام.